انا اسمي ياسين حسن، نقاش رباصية، نقاش عربي عامة يعني. تمام. طبعا دي شغلتي من زمان، يعني بقالي حوالي دلوقتي اكتر من 25 سنة شغال في النقش دوت المهنة بتاعتنا. والمنتج اللي انا شغال فيه ده عامة ده منتج احنا بنسميه في صناعتنا اسمه بيضة. البيضه. البيضة تمام. تمام. ومسمى بره اللي هي مثلا دلاية، لا اما بتتحط بركب لها حاجه زي نظام رجولي اهوت، بتبقى محطوطه على كومودينو لو حضرتك حلو. مثلا في اوضه النوم او في الانتريه في الصالون على حسب ما حضرتك هتحطها فين. بيركب لها حاجات ان هو رجول تقعد عليها وبتنور تبقى مضيئه، بيبقى غائر وبارز اللي هو بيبقى البارز قدام حضرتك، يعني ممكن حضرتك لو مشيت ايدك على الحته زي ما حضرتك شايف كده اهوت في العالي والواطي تمام. يبقى بارز. تمام؟ البارز اللي طالع كده. ايوه غير النقش اللي هو الفحر. عامة النقش الفحر ده بتبقى يعني بنظام شكل بس بتمشي ايدك عليه بيبقى ناعم. غير ده خالص. في كذا منتج حضرتك يعني على حسب حضرتك انت ما بتطلب. تمام. المبخره اللي هي شكلها عامل ازاي؟ اللي هي المبخره اللي زي كده اهو. تمام. بس دي كده طبعا بعد ما اتشطبت. دي بعد ما اتشطبت. تمام. بس مراحلها كلها معاك هنا بتتعمل هنا في المكان ده. تمام تمام تمام. دي بقى بتستخدم في البيت ولا فين ولا بتتباع ايه؟ لا حضرتك دي ممكن تستخدمها مثلا في البيت في محل، ان هي عامه بيتحط لها نواه البخور وبتبخر بيها عادي. تمام. نظام تحفه. حلو قوي. حضرتك لو تركز كده تلاقي على هيئه الشكل رسمه المصحف. حلو قوي. تمام. بس طبعا هي بتجيلنا ساده خالص، بتجيلك ساده، مش مرسوم عليها اي حاجه، يعني زي كده اهوت تبقى تجيلك حته نحاسه كده اهوت مش مرسوم عليها اي حاجه. تمام. انت بقى طبعا تبدا تشكل ترسمها انت وانت تبدا تشتغل زي ما حضرتك شايف كده اهوت. تمام. طبعا الواحده فيها مجهود. طبعا بتاخد وقت معاك. لا بتاخد وقت طبعا، لازم تاخد وقت، ما ينفعش مثلا تعملها اي حاجه، لا تاخد وقت طبعا. هي الاول بتعدي على مين؟ احكي لي مراحلها عامه بشكل عام يعني. بص حضرتك، هي دي اول حاجه بتجيبها من عند النحاس، التاجر بتاع النحاس. ماشي. تمام. تبدا تخش عند مين؟ عند الخراط. الخراط هو اول واحد بيبدا معاها. تمام. بيبدا يشكلها على القالب. تمام. دي عباره عن نصين، تبقى عباره عن نصين. تمام. تيجي تلحمهم، تروح للمرحله بعد ما تخلص من عند الخراط تبدا تروح عند مرحله اللحام. اللي هو اللحام عباره عن ايه؟ بيجمع لك النصين دول على بعض. تمام. حلو قوي. بعد ما بتخلص تخش مرحله الدق على اللحام، اللي هو ينعم لك اللحام عشان ما يبقاش باين زي ما حضرتك شايف كده اهو. تمام. تبدا بقى تجي لنا دي المرحله الثالثه. حلو. مثلا بتخلص معايا بعد انا ما بنقشها. تمام. بتخش بقى مرحله تلميع. لو انت حضرتك عايز تلمع النحاس بيتلمع. تمام. هو بيتعرض برضه للنار. طبعا. صح. طبعا. المرحله دي اسمها ايه؟ دي مرحله اسمها حرق الشمع. حرق الشمع. اللي هي الماده اللي جوه ديت. الماده اللي جوه شمع لازم دي تتحرق. بعد طبعا ما بفضيها واصبها في حاجه ثانيه، دي لازم تتحرق. طيب القالب بيختلف لما بيتعرض للنار بشكل عام، بيتاثر بالنار هو القالب نفسه اصلا؟ لا. ولا بيحصل ولا تمام بيبقى ما فيش مشكله؟ لا ما فيهوش. لا ما فيهوش اي مشكله. تمام. لا ما فيهوش اي مشكله. انا زي ما بوري حضرتك كده اهوت، احنا دلوقتي يعتبر في المرحله الاخيره في النقش بتاعنا. بعد ما نخلص انا هوري حضرتك بيان عملي ان انا اوريك بالنار، اضرب فيها النار واوري لك المرحله الاخيره عندنا.